هنعمل النهارده عيش الكريب اللي بيتباع بره بالشيء الفلاني، ان الرغيف محطوط عليه ان هو بيتباع ب10 جنيه او ب15 جنيه كمان. زي ما انتم شايفين احنا هنعمل الكمية دي كلها اكتر من 20 رغيف، هنعمله بشوية دقيق. والله بشوية دقيق. يلا بينا نبدأ الفيديو. طبعا ما تنسوش تصلوا لنا على النبي. ماشي. الفيديو ده تاني فيديو انزله للكريب، يعني من جماله او من حلاوته الكريب او العيش السوري بقيت اعمله على طول، ما بقيتش اشتريه تاني من بره نهائي. هبتدي اجيب نص كيلو من الدقيق، هنزل عليهم بكوبايتين كبار من الميه. هوريكم برضو السمك بتاعها بعد ما اضربها في الخلاط شويه. بعد كده هنزل برشه من الفلفل الاسود، عليها معلقه من الملح، عليها 5 معالق من السكر، 5 معالق من السكر الكبار. هبتدي بقى اقفل الخلاط واضرب ده كله كده في الخلاط، وهوريكم. بصوا يعني الخلاط هنضرب واحده 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 كده مع الخلاط لحد ما يضرب لك الكميه كلها. لو عايز تقسمي الكميه على مرتين براحتك، عايزه تعمليها هي مش كبيره علشان خاطر تعمليها على مرتين. هوريكي بقى السمك بتاعها. انا عايزاه بالشكل ده، انا عايزاه خفيف كده. بصي ما دام معلم معاكي في المعلقه كده اعرفي ان العجين بتاعك ناجح ناجح وتمام. هنبتدي بقى نروح على النار. هنجيب عندنا طاسه تيفال او اي طاسه غير الطاسه الالومنيوم، وهبتدي انزل بنقطه من الزيت. نقطه الزيت دي هي دي اللي انت هتحطيها في اول الطاسه. اعرفي ان انت في الطاسه كلها مش هتحطي زيت تاني نهائي، يا دوبك بس هتلحسيها كده زي ما انا عملتها. وهتبتدي ان انت تعمليه تقلبيه على الوشين. في ناس بتحب تخليه على وش واحد، لكن انا بحب اعمله على الوشين. بصوا الفيديو النهارده كان قصير جدا جدا، يعني انا خدت لكم بس لقطات كده حلوه، وبجد عايزه اعرفكم ان الفيديو ده جميل قوي قوي قوي، وكان يعني احلى الفيديوهات اللي انا عملتها، مع انه صغنطوط خالص بس كان سريع جدا. يعني الكريب ما خدش معايا حاجه اصلا ان انا اقعد فيه كتير اعمله. زي ما انتم شايفين الكميه بسم الله ما شاء الله، ده كله بنص كيلو من الدقيق. يعني مش هتحتاجي حاجه غير الميه والدقيق تعملي الكريب. مش هتحتاجي ولا تحطي ولا بيض ولا لبن ولا اي حاجه خالص. كل المكونات انا حطيتها قدامكم اهي. واسيبكم في امان الله. وبكده الفيديو خلص بتاع النهارده، وسلام عليكم.